بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نجاة سات. النهاردة يعتبر نهاية أسبوع وبداية أسبوع بكرة إن شاء الله. 23 فبراير زي ما أنت شايفها على البرنامج قدامك 2014. ولفت نظري إنه أسعار ال AIC على تشارت اتغيرت. فطبيعة الحال طالما الأسعار اتغيرت بعد توزيع الكوبون، فالمفروض أو وجب عليا أن يكون في أمانة بإعادة عمل فيديو لل AIC، وهنطلق عليه الجزء الثالث لأن الأسعار تغيرت. لو أنت متذكر معايا، لو احنا كنا بناخد التاريخ بتاع ال AIC كنا هنلاقي ديت، لو أنت فاكرها، كانت 11/19. النهارده بعد توزيع الكوبون اتغيرت الاسعار على الشارت، بقت 10 جنيه هاي زي ما انت شايف، وبالتالي اللو كمان هيتغير اللي هو دوت. الاول كان 29 قرش بقى 25 قرش. طبعا مش معقول هيخليه صفر يعني، فبالتالي هضطر اشتغل على الداتا الجديدة. وهناخد بقى المرة دي من القاعدة للقمة دي للقمة السابقة اللي قبلها، لان هنا في قمة وهنا في قمة، ادي قمتين مالناش دعوة باللي حاصل ده دلوقتي. والقمة الرئيسية اللي يبقى دي قمة 2 3 هم اللي هناخدهم عكسي بصفة مبدئية. هنبدأ كده سريعا. 10 جنيه فلات، وقعنا 25 قرش، ما فرقتش 25 من 26 من 29 على فكرة. طبعا خلاص احنا حفظنا. بيقول لي الورقة لازم تطلع تثبت فوق ال 133، وبالطبع هي طلعت وثبتت فوق ال 133. هنا كان الجنيه ونص الأول لو انتم متذكرين يعني. وبعدين بعد ما تثبت فوق ال 133 كل ده خلاص انتهينا بقى من الفيديو القديم، لان ده بعد توزيع الكوبون. يبقى في اتجاهها لل 270، اختراق ال 270 والثبات فوق هنروح ل 3.5 وهكذا الى الخمسة. وبعدين التريد الاولاني قلنا في بعض الورق بيشتغل على فعالة الأخذان القاع مع القمة العكسية الرئيسية. ممكن في ورق بيشتغل بين القاعين دول، وممكن يطلع يثبت يشتغل بين دول، ولكن الأغلبية العظمى في الأسهم بيشتغلوا على المحتملين ويوصل المحتمل الأولاني، والبعض منهم يلمس التريد الأول ويرد. ده المنظر اللي احنا شايفينه. اذا حتى الان القياسي محافظ على 133 لانه كان متجه لل 269، وكلكم طبعا عارفين دلوقتي على الشاشة عمل 227. على الشاشة عمل 227. خلاص بقى كده هنا هننسى بقى موضوع الكوبون، احنا بنتكلم في الارقام اللي قدامنا لان ده برضو كده متشال منه الكوبون. خلاص يعني احنا مستهدفنا القادم 270. الاول كان 3 جنيه، النهارده بقى 270. حتى الان احنا مستهدفنا الرئيسي المبدئي ال 270، وقاعنا بتاعنا اللي هو المفروض من ال 227 133. طيب ده على الشرط بالكامل من اعلى قمة للقاع بطريقة عكسية. هننزل شوية، هناخد القمة اللي هي ديت اللي عملها بعد عمر طويل، اللي هي 3 وقرشين وليس 2، 3 وقرشين. هننزل نشتغل تاني عشان نقصر المسافة شوية. والاهداف دي اللي قدامنا ديت لازم نكتبها على ورقة، وبعدين نكتب الاهداف اللي هينتج عنها من التلاتة قرشين اللي هي القمة قبل ال 290 السابقة، والوقت بقى تقريبا بعد الكوبون هتكون اقل برضو من قاع 25. ركز كده. قال لي هنطلع ناخد 56 94 117 163 194 233. لما قربنا المسافة شوية القياسي دخل على التريد الأول من هنا من القاع اللي هو ال 25. الأول استغطى بال 56 وصعد 94 ثم 117 163 ودخل على التريد الأول اللي هو عش الضبابير، وكان بيحاول يدخل على التريد الثاني اللي هو 233 وعمل 227 وسقط منها. وكان متماسك لو انتوا تتذكروا جلسة امبارح أو جلسة الخميس تقريبا أو الأربع مش متذكر، كان عامل له 193 وطلع فوق ال 194 تاني. النهارده كان فوق ال 194 ومعرفش ايه اللي حصل. الجماعه بيكلموني ما حضرش الجلسه، وبعدين لقوا انه اتهبد اخر الجلسه لل 190. يعني اذا ما زال حوالين ال 194. طب ما عايزين ناخد الامان شويه ونقرب برضو المسافات يا عم نجاتي. هناخد بقى القمه السابقه مباشره ليه اللي هي 259.
259. برضو الارقام دي تكتب عندكم، ما تتلغيش ولا تتنسي. نشتغل على دي بقى. 51 83 103 142 يخش عش الضبابير يعمل لي 168 اللي هو التريد الاول، ثم التريد الثاني، ثم التريد الثالث، ثم الرابع. محاولة اختراقه ودي احتمال كبير يقدر يوصل لها لل 2 جنيه ونص. ما دعوه دلوقتي بالكوبون خالص، خلي بالكم انا ما بتكلمش على الكوبون. باختراق ال 200 ال 2 جنيه ونص والثبات يبقى مستهدف لي 3.37 والثبات فوق يستهدف لي الهدف الثالث مباشرة. طبعا القصة انتوا عارفين الباقي، ولو اخترق الهدف الثالث والثبات فوقي يجيب لي 3 اهداف من دول. دي اقرب قمة للعكسية للسهم زي ما انت شايفها اهي، اقرب قمة هيت. مالكش دعوه انا اعملها منص ولا شهري ولا اسبوعي، لان انا مش بشرح كده منصي ولا اسبوعي ولا الكلام ده. انا بس عشان الشرط يبان قدامكم وقدامي واحنا بنتكلم يعني. خلاص، المنظر زي ما انت شايفه دي اقرب قمة اهي لحد القاعدة دي، كده طريقة عكسية. خلاص، برضه هنحط احتماليات عشان برضه الناس تستعد للعمل. الناس اللي بتضارب، الناس اللي عايزه تخرج على ارباح، الناس مش عارف ايه. لان زي ما انتم عارفين ان معظم مساهمي مصر عموما، او متهيألي العالم كله العربي، يهمه سعر السهم على الشاشة. نادرا ما تلاقي واحد بيقول لك انا اهتم بكوبون، اخد كوبون كل سنة وخلاص. نادرا. لو كانت الشركة بتطلع كوبون محترم، يعني بمعنى ادق، لو انا النهاردة حاطط 100,000 جنيه وراح اخد كوبون مثلا يطلع لي قرشين ولا 3 ولا 5 زي بعض الشركات ما بتعمل يعني، ولا نفسه واخد 5000 جنيه. طب 100,000 جنيه هيقول لك يا عم انا احطها في البنك واخد عليها 10,000 جنيه مثلا ولا حاجه. ده اللي انا، لكن لما الكوبون يكون عالي طبعا على حسب ارباح الشركه يقول لك لا انا استثمر احسن. اذا نادرا ما تلاقي مساهمين مستثمرين. نرجع تاني. اذا دي كانت قمتنا، اخر قمه واخر قاع اللي احنا اشتغلنا عليه دلوقتي اللي هو ال 259. انا مش عارف وريتها لكم ولا لا، هنقف عليها كده. 259 زي ما انت شايفها اللي هو الهاي، واللو بتاعنا اللي هو ال 25 زي ما انت شايف. وممكن نعمله 26 عشان هو عشان 25 و9 ما فرقتش قرش يعني. حتى لو حطيت كده قدامك 26 مش هتفرق اي حاجه خالص. زي ما انت شايف هتفرق ايه يعني؟ كلام فاضي. هي فخلينا في ال 200 في ال 25 زي ما احنا. يبقى احنا اهدافنا زي ما انت شايفها 168 2 جنيه 226. هو حقق التريد الثالث بالفعل من القمه القريبه. حقق التريد الثالث ال 226 وهبط منه. وامبارح كان واقف قرب ال 99 والنهارده حاول على ال 99 تقريبا يعني. وبعدين سقط منها النهارده ولم يستطع. اذا البديهه بتقول ايه؟ بتقول ان انا يطلع بسرعه يرتد لي فوق ال 2 جنيه تاني، او ما يكسرليش حوالين ال 168 او ال 170. ده منطقة رئيسية. تعال بقى نمشي عدل عشان نشوف سكتنا اللي هنمشي بيها عدل. هنعمل ايه؟ هنفتح بقى الشارت شوية، هنعمله ويكلي. انا وجهة نظري الشخصية بتقول انا عندي 25 وعندي هنا هعتبر دي قمة 82. هاخد ال 82 من الخمسة. انا بشرح بسرعة عشان الناس بتزعل لما الفيديو يكون طويل شوية. يبقى القاع بتاعي 25 وعمل لي قمة صغيرة اللي هي ديت. من هنا من 25 ديت راح عمل لي قمة هنا اهوت، وهنعتبر اللي هو سقط منها المدة دي او عرض زي ما انت شايفها كده. عشان بعدها عمل ايه؟ راح عامل، طلع لي عمل لي القمة ديت. تمام. طيب يبقى انا عندي 82 و25. هنعمل ايه يا عم نجاة؟ قال لي يا عم الراجل ده عنده 139 مبدئي باستهداف ال 139 والثبات فوقه زي ما اتفقنا بقى. خلاص احنا برضو ماشيين بالطريقة العدلة هيت. يستهدف لي 3 ارقام الاولانيين من دول اللي هو الهدف الاولاني. هنا احنا كاتب اهداف بعيدة احتمال تحقيقها 224 253 282. هنقول بالفعل حقق الهدف الاولاني ولم يستطع الثبات فوق. لما يجي يرجع هيرجع 96 وكان بيحاول يثبت فيها ما قدرش، هتلاقي هنا 167. ركز كده. اذا المحطة قادمة في حال عدم الثبات فورا فوق ال 196 اللي احنا شفناها من الطريقة العكسية من الاتنين 59 كانت على التريد التاني الاول عفوا اللي احنا قلنا عليه ده مربط الفرس اللي هو التريد الاول والتريد الرابع زي ما انت شايف كده 268. اذا هو في اتجاهه في الهبوط عفوا ال 168 في اتجاهه للهبوط. ما قدرش يستطيع ان هو يطلع تاني فوق ال 2 جنيه او كانت ال 196 هنا اللي هي 168 هنعتبره
اخر امل خلاص الجنيه ونص اتلغى من المنطقة. تمام كده. يبقى انا النهارده ارجع تاني اقول بقى نمشي عدل 0.82 اللي هي القمه اللي احنا لسه واخدينها من شويه عشان يحقق لي الهدف الثالث نثبت فوق منه بعد بعد ال 82. ولو لاحظنا هنا نزلنا من ال 82 عمل لنا 68 زي ما انت شايفها. فين ال 68 اللي هي 82 اللي كان جابها؟ نزل لنا على التريد التاني. ولو انتم متذكرين لما قلت ان لما بنعمل قمه ويجي ينزل منها ما يكسرليش التريد التاني ولا التالت، لو كسر التالت ما يكسرليش التاني، ده بيحيلي بالصعود واختراق التريد الرابع لاستهداف اول هدف ومنه لاستهداف احد الثلاث اهداف اللي ناحيه اليسار. طيب اذا بما ان ظهرت معايا ال 224 اللي هي دي، وظهر معايا او معنى ادق ظهر معانا 226 في العكسي وهنا 224 وظهر معانا 226 في التريد الثالث هنا، طبعا انا عشان اعتبرها القمه اقول لا لازم القمه يطلع لي عند التريد الرابع، ولكن عشان الناس بس ترتاح شويه برضه هنقول ايه، هنعتبر القمه الاخيره دي هو عامل شمعه على الوكل صراحه سيئه جدا، نهى بيها شمعه سيئه. هنقول ان القمه اللي هي دي عملها كام؟ عمل 227. فانا هاخد هنا من ال 25 هاخد 227. ركزوا معايا، احنا متفقين على التريد التاني والتالت في حالة لما باخد قمة وقاع رئيسي. قمة وقاع ايه؟ رئيسي. انا عندي هنا ادي القاع الرئيسي وادي القمة اللي انا بتكلم عليها وهشتغل عليها اللي هي 227 اللي هي ديت، عشان برضو تخلي بالكم معايا الشمعة دي، والقاع بتاعنا اللي هو دوت قمة كده، قاع مع قمة. ادي ال 227 وطالعين من 25 وقلنا نجاتيه. نجاتيه ادتني ايه؟ قال لي يا عم لو ما قدرش الراجل ده يثبت ويرجع تاني زي ما قلناها امبارح في الفيديو بتاع كيفية التعامل مع التصحيح، كيفية التعامل مع جني الارباح، النهاردة بنشرحها تاني وفي كل الفيديوهات بنقولها بنقول ان هو المفروض لو عملية جني ارباح بيديني ما بين الهدف الثالث والتاني ويطلع يخترق لي الهدف التريد الرابع، وبعدين يستهدف لي اول هدف ثالث بعد الثبات فوق الهدف الاولاني. يبقى انا النهارده امبارح كان بيحاول تقريبا يعني على ما اتذكر، هنفرد بقى على اليوم عشان نشوف امبارح كان عامل ازاي. دي شمعة امبارح اللي انت شايفها 207 193 وعندنا اغلق على ال 199، يعني كان بيحاول يقف على التريد الثالث عشان يثبت فوق منه. وبعدين خلي بالكو لما بيجي الورق بينزل وبيحاول ثبات على تريد معين لازم تفهم انه هيكمل نزول ياخد قوة دفعة. خلاص كده اهي دي الشمعة الاولانية اللي هي بتاعت ال 227 187 واغلق على ال 204، اذا لم يستطع الوصول لل 219. اذا ممكن يكون عندنا في تجربة على 219 مرة تانية لانه سابها ومشي. يعني الراجل اشترى دماغه وجاب 207 تاني يوم ومش عايز يطلع حتى يجيب التريد الرابع. خلاص كده. طب تاني يوم انا عديلي اهوت فتحنا 207 فتحنا عفوا قرشين وبعدين برضو الهاي بتاعه 207 ومش عايز يكمل طبعا وعمل له 193 واغلق على 199 اللي هو التريد الرابع دوت، يعني كان بيشتغل تحت منه فوق منه وقفل عليه. النهارده بقى طلع عمل لنا 2.6، خلي بالك 2.6، اذا الراجل بعيد تماما، هو كل دوت فوق التريد التالت فقط لكن بعيد تماما عن التريد الرابع ولا لمسه مرة تانية. 206 وله 189 وقفل على ال 190. بكرة الفيصل انه يقفل لي فوق ال 199، ان لم يقفل فوق ال 199 يبقى احنا عندنا الهدف اللي تحت منه 176. ال 176 دي انا بعتبرها هي نقطة مربط فرس في عمر الاي اي سي. ليه؟ لان احنا قلنا الايحاءات باستكمال عملية الصعود ان هو ما يكسرليش التريد التاني ولا التالت، يبقى انا عندي 176 يعني حواليها 170 ممكن 168 ممكن 169 71 72 80 82 كل ده وارد، ممكن يشتغل فيها ويطلع تاني وممكن يعرض بين التريدين دول. لو عرض بين التريدين دول ما هو ما اتوقعه اللي هو من ال 176 حتى ال 100 يفضل معرض ما بينهم شويه، ده اتوقعه ان شاء الله باذن الله. يبقى باذن الله في امل انه يطلع يخترق ال 219 وبالتالي يبقى اول هدف ليا
294 ان شاء الله بالثبات فوق يديني 429. طيب انا النهارده دي كده عامل لنا لو 189 وقفل 190. انا هاخد اللو دوت وهقول له ايه، اشتغل عليه كده اشوف عشان اقفل الفيديو بالمره. بكره ممكن الشكل العام يبقى ايه، وهسيبه ليكم جميعا. طبعا مش ممكن بكره هيجيب لي الكلام ده الراجل اللي انا خدت ايه 189 اللي هو اللو بتاع اليوم ده، يوم واحد فقط 189. شوف المنظر عامل ازاي، يعني 81 63. طب ما ناخد بقى اليوم على بعضيه. لو خدنا اليوم على بعضيه يعني هاخد الاول انا خدت القاع، هاخد القمه لوحدها قبل ما اخد اليوم على بعضيه، اللي هي مش 200 وكام و6 او 7 او 206 206. كل دي عمليات ازاي اتصرف مع الورقه يعني. يبقى انا عندي اللوهات بتاعتي 98 وهو النهارده شغال 90 77، ده على اليوم اللي كان شغال فيه النهارده. يبقى احنا وصلنا لمنطقه ال 178 176 177، هي المنطقه دي خدت بالك. يبقى هو هيشتغل بين التريدين زي ما قلنا بالنسبه للقمه والقاع عشان ما تتلخبطوش. انا حاسس ان في ناس هتتلخبط من الحركه دي، بلاها دلوقتي الى حين استيعاب الشرح كويس واستيعاب الطريقه. لكن نقدر نقول ايه، هو قفل الويكلي كان طالع من 187 و227 واغلق على اللو شمعة سيئة جدا. خلينا في البرامج بتاعتنا ونقول 27 تاني ونركز تاني. هنقول 0 من القاع 25. بعيدها تاني ليه؟ عشان دي بتبقى خلاص على افتراض ان دي قمة رئيسية، وانا هعتبرها قمة رئيسية، مش هقول عليها قمة وهمية لان تحققت على البرنامج وجاب 227، والبرنامج عندي مرة اداني 224 ومرة اداني 226، ما فرقتش قروش. يبقى انا عندي منطقة التريد التاني والتالت لا يجب كسرهم. الامل اللي هو هيعطله شوية في عملية الصعود، يعني هو ممكن يصعد تاني بس هتبقى فيها تعطيلة. وواحد يتكلم بيقول لك يعني ازاي انا في 199 ولسه هستنى ال 148؟ ده نص جنيه يا عم، انت بتتكلم في ايه؟ ماشي، انا بدي لك سكك ومحطات وانت عليك التصرف. الامل ان هو ما يكسرش التريد الاولاني. لو كسر التريد التاني اللي هي ال 148، يعني رجعنا تاني للجنيه ونص من واقع ال 2 جنيه 27. والله الموفق والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.